ان انت تشوف بحر بشاليه غرفتين فقط ب 600,000 جنيه، تمام، وتقسط الباقي على 6 سنين. فدي حاجه مميزه في حد ذاتها، ان انت مش هتقدر في سيدي عبد الرحمن مهما لفينا ومهما رحنا مش هتقدر تاخد شاليه غرفتين بيشوف بحر ب 6 مليون جنيه. فدي حاجه مميزه، وكمان تقدر تقسطه على 6 سنين. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين مستوى الخدمات ومستوى التسليم هنا عامل ازاي. طبعا بتستلم الشاليه متشطب، واللي مميز اكتر في الموضوع ان المشروع على 40 فدان هيبقى بعرض شط كويس جدا، وكمان المشروع هيبقى 90% بس منه فيلات، 10% شاليهات، وده هيساعدك ان انت تقعد على البحر. مفيش طبعا دوشه، مفيش زحمه على البحر. فاكتر الناس كانت بتكلمني في النقطه دي، ان اغلب القرى العرض بتاع الشط بتاعها صغير، والقريه ذات نفسها مساحتها كبيره. كمان في نقطه مميزه جدا، ان حضراتكم لو رحتوا قبل كده ستيلا هايتس هتلاقوا ان الشاليهات ارضي واربع ادوار، لكن في المشروع الجديد ستيلا لوكيشن هيبقى الشاليهات ارضي ودورين.